تخيل انك تصحى تلاقي طلبات او اوردرات جايه لك من عميل في بلد تاني. تخيل بقى ان كل اللي عملته عشان ده يحصل هو انك نظمت الويب سايت بتاعك صح، وركزت على حاجه مهمه جدا بس بشكل قوي وفعال، وهي الظهور في جوجل. وده اللي احنا بنسميه شغل الاس اي او. الاس اي او مش سهل، مش حاجه معقده زي ما الناس فاكره. هو ببساطه انك تبني الويب سايت بتاعك او متجرك عشان الناس تلاقيك بسهوله لما يدوروا على اللي انت بتقدمه. يعني لما واحد يدخل على جوجل ويكتب شركه تصميم داخلي في جده، او مكتب ترجمه معتمد في الامارات، او شركه تصميم مواقع في مصر، تفتكر مين اللي هيظهر في النتائج الاولى المجانيه؟ اكيد اللي عنده اس اي او محترم بيشتغل عليه صح من البدايه. والجميل في الموضوع ان العميل اللي جاي من جوجل بيكون مهتم فعلا وداخل بارادته، مش ضغط على اعلان بشكل غلط. انت متخيل ان يكون عندك مصدر دايم للزيارات من غير ما تدفع على كل ضغطه بتحصل على الاعلان والناس تلاقيك حتى وانت نايم؟ الاي سي او هو الاستثمار اللي بيكبر يوم بعد يوم. كل صفحه بتعملها صح، كل كلمه مفتاحيه بتحطها في مكانها، كل مقال، كل عنوان، كل وصف، ده مش مجهود بيضيع، ده مجهود بيضاعف شغلك مع الوقت. ابدا خطوه خطوه، نظم المحتوى وفكر زي عميلك، واختار الكلمات اللي هو بيدور بيها. لو عايز تعرف معلومات اكتر تابعنا هنا، لان اللي جاي في خطوات عمليه من لود سيرف هنساعدك بخبره اكتر من 15 سنه تزود زياراتك من جوجل.